السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نشارك معكم فكره سهله للغداء او العشاء، كتجي لذيذه كتجي سريعه، كلشي كيدير في طاقه واحده، واهم حاجه هي التغيير. عندي هنا صدر الدجاج، غادي ندير له الاقامه ديالو، فيها سكينجبير، الابزار، عندي غنضيف معاه بابريكا او التحميره ديالنا، الخرقوم بلدي، تقدروا تضيفوا عليه اي حاجه اخرى. عندي هنا الكمون، وعندي العطريه ديال القضبان ديال لاداند. زدت معاه مليحه، وغنزيد معلقه ديال دانون مسوس، معلقه صغيره، تقدروا تعوضوها باي حاجه. انا هنا ضفت شويه راس معلقه ديال السمن. نتوما يمكن لكم تضيفوا بلاصه السمن مطرد الا ما كانش عندكم مع السمن او ما توفراتش عندكم. غنضيف زويته بلديه باش نجمع الخليط ديالي صافي، وغنخلط مزيان هاد التوابل هادو. يمكن لكم تضيفوا الثومه، انا الثومه ما كياكلوهاش ليا، يمكن لكم تضيفوا الثومه، وحتى القزبر ومعدنوس انا نسيتهم ما ضفتهمش دابا، ولكن غنضيفهم في الاخير. غنحرك مزيان هذيك التتبيله ديالي تتجانس مع بعضياتها، وغنضيف ليها صدر ديال الدجاج لانه كيبغي يتعطر قبل وكيبغي الاقامه قبل. غادي ندخل ليه مزيان هذيك التتبيله ديالي حتى يتلبى بها مزيان، ونحطو على جنب ونكمل باقي المراحل. هنا من بعد ما قاديت التتبيله ديالي غادي نحطها حتى هي على جنب، وباش ندوز نقاد حتى الكفته مع التتبيله ديالها. يمكن لكم تضيفوا اي حاجه، كنقول انكم يمكن لكم تضيفوا اي حاجه، نيوغيت اي حاجه، كلشي غيطيب بطريقه واحده. هنا عندي الكفته غنضيف عليها شويه ديال القزبر ومعدنوس، وغنضيفو حتى فلادان اللي قلت لكم قبل راني نسيت. سبحان اللي ما ينسى ولا يسهى. غنضيفو فيه. بالنسبه للكفته انا ما كنقويش ليها قوه الاقامه وقوه التوابل، شويه الملحه وشويه ديال الابزار، اللي بغى يزيد شويه ديال الكمون انا ما كنزيدوش، كافي شويه الملحه والابزار غير لتحسين الذوق، لانه الكفته كنبغي انا المذاق ديالها يراها كتبقى كفته كيف ما كان الحال صافي. وغادي نعجن مزيان هذيك التوابل اللي ضفت مع القزبر ومعدنوس، مليحه والابزار مع الكفته، غنطحن مزيان بيدي، ونقادهم هكا على شكل صبيعات ولا على شكل قريصات صغيورين، الشكل اللي بغيتو نتوما اللي غترضاو فيه. صافي من بعد ما ساليت التوجات ديال لاداند الكفيته ديالي غنخليهم على جنب. دابا غادي ندوز باش نقاد معاهم البطاطا بطريقه حتى هي سهله، بطريقه زوينه، احسن من البطاطا فريت كطلع شويه في الراس وما نكثروش عاودني الزيوت. غناخد الماء درت معاه مليحه وغنحطو حدايا فوق البوطه باش يبدا يسخن، وحدايا بين ما بدا يسخن الماء غادي نقطع بطاطا غتاخدوا البطاطا بالقشور ديالها، ولكن ضروري تغسل مزيان من اي تراب اي زوائد كاينين في دوك القشور. ملي تغسل غتاخدوها تقطعوها هكا بالطريقه اللي غادي نوريكم، او بالطريقه اللي غترتاحوا ليها نتوما. الا كانت عندكم بطاطا صغيره تقدروا تستعملوها هكاك، يعني ما تقسموهاش، تقطعوها بهذه الطريقه وتضيفوا في الماء حداكم صافي. غير كتسلق واحد شويه كيبدا يدخلها الطيب، كتحيدوها تزولوها تعملوها تصفى صافي. من بعد ما كملت البطاطا كما كتشوفوا هي كتسلق حدايا، كتبدا توجد وتحط حداك بطريقه سهله. دابا غندوز البصله والمطيشه. طبعا المرافقين اللي كيحمقوا في الشوا ولا مع الكفته ولا مع الكبده ضروري ما نستغنوش عليهم، حتى في هذه الطريقه يمكن لنا نستعملوهم، وكيكون يعني المذاق قريب وكيكون لذيذ، وبطبيعه الحال بلا روينه بلا فاخر بلا والو. بالنسبه للبصله والمطيشه راه التقطيعه الكلاسيكيه اللي كيعرف يدير كلشي، كيتقطعوا دوائر، يتغسلوا ويتقطعوا دوائر ويتحطوا باش يرافقوا الطبق ديالنا. بالنسبه لي انا الطبق انا غنعملو في الاير فراير، يعني غندخل حاجه بحاجه. نتوما الا كنتو غتعملوا الفران يمكن لكم تستفوا كلشي دقه واحده وتدخلوه وتبقاو تراقبوا الطياب. الطريقه ديال التقديم ديالي انا غنستعمل هاد العويدات كيكونوا كيدخلوا الاير فراير وكيكونوا زوينين، يعني ما كيشدوش السخونيه. الا كنتو غتعملوا الفاخر ولا مثلا تفكرتوهم قبل تقدروا ديروهم في الماء يتخشوا مزيان يترطبوا في الماء. انا بالنسبه للاير فراير ما غنحتاجش. صافي غناخذهم وغنركب فيهم قطبان عاديين الحجم ديالهم انا كيناسبني، يعني اللي كيقدر يدخل ليا الاير فراير، وحتى في الفران تقدر تحط في اللاطه
غنخلط مزيان داك القزبر والمعدنوس اللي ضفت صافي، ونبدا كنركب في القطبان ديالي باش نوجدهم. وهنا كما كتشوفوا صافي كتكون قاديتهم، المنظر كيجي زوين حتى الشكل كيجي زوين. صافي غادي انا نبدا دابا باش نبدا ندخل في الاير فراير. كلشي واجد، كلشي مقاد، بلا روينه بلا والو، طبيسلات حداك، القطيبات حتى هما وتقاد تدخل الفران كلشي، اولا تدخل الاير فراير كلشي بلا روينه بلا والو. ويا سلام على واحد الرويحه طالعه من هاد التتبيله. هنا وجدت التتبيله ديال البطاطا حتى هي ما غنديرهاش ناشفه طبعا. عندي فيها القزبر والمعدنوس، عندي فيها الثومه محكوكه، الكمون، الكركم او الخرقوم بلدي، البزار، البابريكا وسكينجبير. الاضافات حدث ولا حرج، اي حاجه عندكم ضيفوها، اي حاجه منسمه ضيفوها، يا سلام. بالنسبه لهاد التتبيله غنجمعها بزويته بلديه، وغنضيف عليها البطاطا اللي سلقت في الاول، اللي كنت سلقت معكم بالقشره ديالها. غنضيفها وغنلبيها مزيان. كما كتشوفوا البطاطا باقي البخار خارج منها، باقا سخونه. غنحركها مزيان في هذيك القامه حتى تشربها وتقيس كامله ديك البطاطا تطلب هذيك القامه، وعاد ندخلها للاير فراير صافي. وبهذه الطريقه كنكون تاكدت انها تقاست وانها تلبات. واحد الملاحظه، عافاكم زيدوا الملحه، انا زدتها في الاخر، نسيت ما ذكرتهاش معكم. هنا غناخذ الاير فراير، اير فراير اي اير فراير عندكم، ولا فرن غاز ولا فرن كهربائي ولا اللي كاين. غندير فيها ورق الطبخ، ورق الزبده، وغندهنو بزويته بلديه، شويه ديال زويته بلديه، وغنحط فيه البطاطا وندير لها البروغرام ديالها. بالنسبه للبروغرام اللي كيكون في الاير فراير نفسه اللي كنطبق في فران الضو الا استعملته، يعني نفسه اللي تستعملوا فران الضو او فران الغاز، راكم عارفين. عندي درجه الحراره 200 درجه على 22 دقيقه. طبعا هذا هو الحساب ديالكم حتى في فران الضو. وفي هنا في الاير فراير حاولوا ان مثلا ما بين 7 دقائق و7 دقائق تحاولوا تحركوا هذيك البطاطا باش تطيب حتى من التحت كيف ما كندير انا دابا. شوفوا ما شاء الله اللوي اللي كيبدا يشد فيها، وكتبان لكم راه بدات كتنفخ وبدات كيدخلها الطياب. يعني هنا راه قلبتها صافي دغيا بسهوله تقسمت معايا، لان ديجا طيبه وكتكمل هكا بالاير فراي كتجي ما شاء الله كتجي لذيذه. صافي غنعاود ندخلها غير واحد شويه ونخرجها باش نكمل. هنا من بعد ما طابت ليا البطاطا، نفس ورق الطبخ، نفس الاير فراي، نفس كل شيء، مازال سخونه، غير خرجت منها البطاطا وغادا نبدا نستف فيها القتيبات ديال اللدان ديالي حتى هما نقاد ليهم البروغرام ديالهم يطيبوا فيه. نحيدهم يعني هكا من يبداو نص الطياب نقلبوهم في الاير فراير يطيبوا من الجوانب بجوج، يتقادوا، ما تخليوش حتى يقصاحوا، يعني البروغرام ديالهم فقط، ما تزيدوا ما والو صافي. ونحيدهم حتى هما ما شاء الله كيجيو ولداد كما كتشوفوا، كيجيو واحد اللوين شاد فيهم وكيجيو ولداد ورطبين. من بعد دابا غنحيدهم كما تشوفوا. غنضيف الكفته حتى هي غادي نستفها، ندير لها البروغرام ديالها بالطيب ما شاء الله، حتى هي كتجي لذيذه. هنا عندي الخضره اللي هي مطيشه والبصله، حتى هي بنفس الطريقه، ما ديروا ليها لا زيت لا والو، دخلوها هكاك حتى هي ما شاء الله كتشوى. من بعد ملي كنضيف عليها الملحه والكمون واحد المذاق، يا سلام. طبق كيجي لذيذ، كيجي رائع. جربوه بالصحه والراحه، كنتمنى يعجبكم. كما كتشوفوا البطاطا هنا نشارك معكم التصويره ديال البطاطا رائعه رائعه، تقدروا تعملوا معها اي صوص. البصله ومطيشه ما شاء الله ما شاء الله كيجيو لذاذ بزاف. نتمنى تجربوهم وبالصحه والراحه. هذه فكره سهله كتسهل علينا وكتسهل على البنات وعلى اي شخص اللي غيدخل الكوزينه. طبعا الانسان كيعيا من نفس الروتين، كيبغي يبدل شويه وكيبغي يرتاح شويه وكيبغي داكشي اللي كيطيب بالصحه والراحه. وما تنسوش تدعموني، وشكرا على المشاهده.